والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالإخوة في تونس، إخوة والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن فضل العلم من كتاب البخاري، ووعدنا بأن نستكمله اليوم، ثم بعد ذلك سيكون هناك برنامج آخر. أخوكم فؤاد سوف يبين هذا البرنامج ويتكلم فيه، لكننا اليوم نكمل فقط كتاب العلم من البخاري، ولن نكمل الكتاب كله، لكننا ننتقي انتقاءات فيه. كما علمتم تحدثنا عن باب فضل العلم، ثم تحدثنا عن باب العلم قبل القول والعمل، ثم تحدثنا عن باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وركزنا عليه وقلت لكم يا إخوة نريد أنا وأنتم وجميع أحبائنا أن نكون ممن أراد الله به خيرا. كيف ذلك؟ نذهب إلى التفقه في الدين، فكلما تعلمنا وتفقهنا وأخلصنا لله نكون بإذن الله ممن أراد الله بهم خيرا، وإذا أراد الله بعبد خيرا أدخله الجنة وفاز في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. ثم تكلمنا عن باب الفهم في العلم، وأن الفهم يؤتيه الله عز وجل من يشاء، وأن العبد إذا أخلص لله تبارك وتعالى وبدأ يوازن ويفكر ويدقق ويحاول ربط الأمور ببعضها، فإن الله عز وجل يفهمه في العلم وفي الدين. ولذا كان من دعاء شيخ الإسلام رحمه الله: اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، لأن الله قال ففهمناها سليمان عليه السلام. ثم انتقلنا إلى باب الاغتباط في العلم والحكمة. والاغتباط معناه أن الإنسان يحسد غيره على نعمة العلم، والحسد هنا المقصود به نوع الحسد المحمود، لأن هناك حسدا مذموما وهو أن تتمنى زوال نعمة الغير، وأما الحسد المحمود أن تتمنى أن يكون لك من النعمة مثله لكي تعمل فيها بطاعة الله جل وعلا. هذا لا بأس به، بل أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لا حسد إلا في اثنتين كما سنبين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال البخاري رحمه الله: وبعد أن تسودوا، معنى ذلك أن الإنسان لابد أن يتعلم قبل أن يتمكن، وحتى إذا تمكن فإنه أيضا لابد أن يظل دائما يتعلم العلم الشرعي. حديث الاغتباط هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد إلا في اثنتين، هنا في حصر، لا يجوز الحسد إلا في تلكما الاثنتين وما يتفرع عنهما. فقال: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. رجل آتاه الله المال وسلطه الله عز وجل ينفق هذا المال في الحق. ينفقه في الحق يعني ينفقه في طاعة الله، مثل ما كان المثل في ذلك عثمان رضي الله عنه. قد كان عثمان رضي الله عنه هو المثل في التسلط على المال لهلكته في الحق، فكان يهلك ماله في الحق، ومع ذلك كان الله يزيده سبحانه عز وجل. ينفق الأموال الكثيرة جدا والله يعوضه سبحانه، لأن الله أراد لعثمان رضي الله عنه أن يعيش غنيا طوال حياته. فعثمان رضي الله عنه ينفق ولا يبالي، ومع ذلك الله عز وجل يزيد له في رزقه. وعثمان رضي الله عنه أنفق نفقة لم يعرف من الصحابة أحد أنفق مثله. لم يعرف أحد في الصحابة رضوان الله عليهم أنفق مثل عثمان رضي الله عنه. فهو الذي جهز جيش العسرة، جهز جيش كامل، جيش جاهز لقتال الروم، يعني لقتال أقوى قوة في الأرض في ذلك الوقت. وعثمان رضي الله عنه تكفل بتجهيز الجيش، إذ جهز 300 فرس بأحلاسها وعتادها، وجهز الإبل، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصار يصب في حجره الذهب
يصبه في حج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذا الكرم، من هذا السخاء، من هذا التسليط من الله لعثمان على ماله للهلكة في الحق. يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى عثمان رضي الله عنه، ثم يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهو الذي اشترى بئر رومة من اليهودي وسبلها للمسلمين في المدينة، وهو المعلوم عنه النفقة الدائمة على أهل الإسلام. فهذا مثال. وكذلك كان كثيرون من الصحابة، كذلك كان عبد الرحمن بن عوف، وكان أبو طلحة رضي الله عنه، وكان عبد الله بن عمر، وكثيرون كلهم أهل سخاء وأهل كرم. الصحابة رضوان الله عليهم مشهورون بالجود. ولكن هل المقصود المال فقط؟ المال وما هو في جنس المال. يعني إنسان عنده جاه، عنده وجاهة، هل يستخدم هذا الجاه في خدمة المسلمين؟ نعم. عنده سلطة، هل يستخدم تلك السلطة في خدمة المسلمين؟ نعم. هكذا. فالمال وجنس المال، كل ما فيه نفع للناس الإنسان يتسلط عليه بحيث يستهلكه في طاعة الرب جل وعلا. قال: والثانية: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمه. والحكمة إما أن يكون معناها العلم، شمول العلم، وإما أن تختص بالسنة، لأن الله عز وجل لما تكلم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولا شك أن في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلى إلا القرآن، وكل ما يحدث بعد ذلك هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الحكمة هنا بمعنى السنة، والسنة هي مصدر العلم كما هو معلوم. ولكن الحكمة أيضا تشمل جميع العلم النافع، تشمل جميع العلم النافع. فرجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فهنا العلم الشرعي الإنسان إذا تعلمه قضى به بين الناس، علمه للناس، علمه لمن يستحق هذا العلم. هذا يحسد. فنحن نحسد الشيخ ربيع، ونحسد الشيخ عبيد، ونحسد الشيخ الفوزان، وسبق أن حسدنا الشيخ الألباني، وحسدنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. نحسد جميع أهل العلم، نحسدهم يعني نتمنى أن نتعلم مثلهم، وأن نعلم العلم الشرعي مثلهم. وإن كنا نحن طلبة علم وهم علماؤنا، نحن نتأسى بهم في هذا ونحسدهم، نغبطهم على هذا. فهو يقضي بها ويعلمها. والعلم الشرعي لابد أن نغتنم الفرصة إذا سنحت الفرصة للعلم الشرعي، لأنه يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلم سيقبض، بيّن ذلك أن العلم سيقبض، وأن قبض العلم بقبض العلماء. فطالما أنه يوجد علماء الآن فلابد أن ننتهز الفرصة عباد الله. ونحن الحمد لله معنا علماء أحياء ومعنا علماء ماتوا، يعني علومهم موجودة الحمد لله ومتاحة الآن لكل من أراد. كانوا يسافرون لطلب حديث واحد، أما الآن فأنت عندك جميع الأحاديث بضربة يد واحدة، وان كليك كما يقولون، تستطيع الوصول إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعها في الموسوعة الشاملة. تستطيع الوصول إلى كل كتب الحديث، وتستطيع الوصول إلى علماء وكلام العلماء جميعا. يمكن أن تعيش مع الحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام النووي، ويمكن أن تعيش مع الإمام أحمد رحمه الله، ويمكن أن تعيش مع العلماء في شتى فروع العلم. في الفقه أن تعيش مع السرخسي في الفقه الحنفي، وأن تعيش مع ابن رشد القرطبي في الفقه المالكي، وأن تعيش مع الإمام الشافعي في كتاب الأم والرسالة وتستطيع أن تعيش مع الإمام المرداوي في الحاوي الكبير، وتستطيع أن تعيش مع ابن قدامة في المغني والكافي في الفقه الحنبلي، وتستطيع أن تعيش مع ابن عثيمين في الفقه الحنبلي المقارن، يعني معتمد الفقه الحنبلي ولكنه مقارن. وتستطيع أن تعيش مع أي كتاب فقه تريد الآن، تستطيع أن تستدعيه عندك في جهازك وترجع إليه. فمعنا علماء السلف ومعنا العلماء الأحياء، نسأل الله أن يبارك في أعمارهم. فعلينا أن ننتهز الفرصة، وإلا إذا قبض العلم تولى رؤوس جهال فأفتوا فضلوا وأضلوا كثيرا. وقد عانينا من هذا في الفترة السابقة، عاصرناها وعاصرتموها.
في فترة من الفترات استغل الإعلام، والإعلام آلة وحشية جبارة تصنع الفكرة وتصوغ فكرة الجهال والعوام. في الفترة السابقة هذه تولى رؤوس جهال كالقرضاوي ومحمد حسان وغيرهم، وكسلمان العودة وسفر الحوالي وعايد القرني وعلي القرني وغير هؤلاء المشهورون، أبو اسحاق الحويني والحلبي وغيره. هؤلاء من أهل الضلال انتشروا وظهروا، وأظهرهم إعلام طاغ، وصار الناس يتبعونهم. فماذا حدث؟ حدثت ثورات الخريف أو الخراب العربي السابقة، وأهل تونس يعلمون ما حدث، فقد بدأت الثورة عندهم، وقصة بو عزيزي وكيف أحرق نفسه ومات منتحرا. ثم وجدنا الرويبضة الضال الشيطان يوسف القرضاوي ما يسميه منتحرا بل يسميه شهيدا، وهذا أمر عجيب أن يحرق إنسان نفسه ثم يسمى شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا وبينه أعظم البيان. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. يعني طالما العباد متمسكون بالعلم فالله يبقي العلم فيهم من فضله ونعمته. قد يحتج واحد يقول كيف، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أو من علامات الساعة أن يذهب القرآن من الصدور ومن السطور. نقول نعم، لأن الناس سيكونوا في هذا الوقت ليسوا حريصين على العلم فيهملونه، فيذهب من صدورهم ويذهب من سطورهم لأنهم لم يعودوا عليه حريصين. أما طول ما أنت حريص على العلم فالله جل يمكن يحرمك من نعمة أبدا، بل إن الله هو الكريم. وتكلمت مرة مع ولدي فؤاد، قلت له: اعلم يا فؤاد أنك لا يمكن أن تستحق نعمة إلا والله يعطيك تلك النعمة وزيادة، ولا يمكن أن تستحق عقوبة أو تحدث لك مصيبة إلا والله جل يخففها عنك سبحانه. هذا من فضله لأنه هو الكريم سبحانه عز وجل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا كان الناس حريصين على العلم فإن الله يبقيه، وطالما هم يحرصون عليه ويطلبونه وينشرونه فإن الله جل يبقيه بينهم. أما إذا زهدوا فيه، وهذا شيء شريف جدا، فإذا زهدوا فيه نزعه الله عز وجل بقبض العلماء. هذا معنى الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يعني لا يمكن الناس حريصين على العلم ثم يذهب الله العلم من بينه أبدا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لأن العلماء الذين ينشرونه، ولأن العلماء لهم تلامذة طلاب علم يصيرون بعد ذلك علماء، فالعلماء يحيط بهم طلاب العلم، والعالم وطلاب العلم ينشرون العلم. إذا ذهب العالم ذهب طلاب العلم، وإذا ذهب طلاب العلم لم يعد أحد حريصا على العلم فيذهب كله. قال: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هنا هل هؤلاء ليسوا برؤوس والناس هم الذين يرئسونهم، يعني يجعلونهم رؤوسا، أم هم رؤوس ولكن جهال فالناس يتخذونهم ويتبعونهم؟ فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. والرؤوس الجهال يفتون بغير علم، وهناك الأسوأ منهم الذين يفتون بالهوى. ولذا لاحظتم ورأيتم القرضاوي وهو عميد شياطين الإنس من الذين يدعون العلم، لما سئل عن حرمة الخروج على الحكام والأحاديث المستفيضة أكثر من 18 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخروج على الحكام، قال: لا، هذه أحاديث ضعيفة ومعلولة. قيل: كيف؟ وحديث حذيفة: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال: لا، هذا حديث ضعيف. تخيلوا، يضاعف أحاديث اتفقت الأمة على صحتها. ثم لما تولى مرسي العياط وهو من أهل الضلال والإخوان وأهل البدع، لما تولى حكم مصر في فترة وأخذ الناس يريدون الخروج عليه، نحن طبعا ضد الخروج لا على مرسي ولا على غيره، لكن لما أراد الناس الخروج على مرسي العياط خاطبهم القرضاوي من قطر وقال: يا أيها الناس لا يجوز لكم، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ. الأحاديث التي كان ينكرها أخذ يسوقها لهواه. فهؤلاء أسوأ من الذين يفتون بجهل،
يعني الجاهل الذي يفتي هذه مصيبة، لأنه لا يجوز الكلام بغير علم، بل هذا من الكبائر، لأن الله قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأسوأ من الذي يقول على الله ما لا يعلم الذي يتكلم عن الله بهوى، لأنه مشابه لليهود يتبعون أهواءهم ويحرفون الكلمة عن مواضعه. فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. الآن اتخذ الناس رؤوسا ضالين مبتدعة جاهلين فأفتوا بعلم ضد العلم الشرعي، وأفتوا بعلم يحارب الله ورسوله والعياذ بالله. وهذا الذي رأيناه، ولعلكم رأيتم معنا محمد حسان وهو في أواخر عهد الرئيس مبارك عفى الله عنه، وهو يقول حرام الخروج على الحكام لا يجوز، كيف هذا لا يجوز. ثم لما خرجوا أخذ زوجته وأولاده وجلس في ميدان التحرير وأخذ يتكلم عن الشباب الذين خرجوا وقال أطهار أبرار أخيار وشاركهم. هؤلاء ليسوا بجهال، هؤلاء مبتدعة ضالون أخطر بكثير من أهل الجهل، أخطر بكثير من أهل الجهل. طيب كيف نستطيع نحن أنا وأنتم من طلاب العلم، كيف نستطيع إذا تعلمنا؟ نستطيع فعلا أن نزن وأن ننقض وأن نمحص. إذا تكلم جاهل قلنا اذهب أنت جاهل، إذا تكلم مبتدع قلنا له اذهب أنت تضل عن سبيل الله، أنت تحرف الكلمة عن موضعه، أنت تتبع اليهود. في هذه الحالة نتبصر، لا يمكن أن نتبصر إلا بالعلم الشرعي. أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن لابد من هذا الحديث يشير إشارة عظيمة جدا إلى أنه يجب علينا أن نتعلم حتى لا يذهب العلم، ويذهب العلم بذهاب العلماء. فيا أيها الشباب جميعا احرصوا، ونقول يا أيها الشباب هذا خطاب للكل، يعني من كان منكم عنده 70 عاما فأقول له يا أيها الشباب، مع الشباب كن معهم. وكنا والله نحضر جلسات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نشعر أنه منا، لأن العلم رحم بين أهله، نشعر أنه منا من جهة أنه وإن كان كبير السن نشعر بألفة معه، ولكن لسنا مثله، بل نحن طلبته. هو متواضع والعلم رحم، ونناقشه ونتبحث معه ولا بأس بذلك، وكان يسر بهذا. ولا أقول هذا لأقول أنني من التلاميذ الذين كانوا مواظبين مواظبة تامة عند الشيخ ابن عثيمين، لا، وإنما حضرت دروسا كثيرة له بقدر الله وبنعمه ومن نعمة الله تبارك وتعالى. فلا أقصد الإشارة لنفسي، وإنما أقصد طريقة ابن عثيمين رحمه الله. والعلم الشرعي، من أين يأتي العلم الشرعي؟ اعلم أن العلم الشرعي كما ذكرنا أكثر من مرة لا يمكن أن يأتي إلا من الكتاب والسنة فقط لا غير. ولذا لا بد من الحرص على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأينا أحدا حرص على الحديث إلا وهو يعلم وهو من أهل القرآن. وإذا نراهم، يعني كنت أقرأ في كتاب الأم في باب العدة في الطلاق، وجدت الإمام الشافعي رحمه الله يسوق الآية ثم يتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة دائما من العلم الشرعي هم أهل الحديث، أهل الحديث لا يتركون القرآن أبدا ويحرصون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام البخاري رحمه الله باب الحرص على الحديث، وهو في كتاب العلم، يعني معناها أن الحديث مصدر العلم الشرعي الأساس، لأن الحديث لا يخالف القرآن أبدا، مشكاة واحدة ومصدر واحد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال باب الحرص على الحديث، ثم قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه، خذ بالك لما كالحديث إذن أبو هريرة، لماذا؟ هو أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، يعني أكثر من ثلث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في جميع كتب الحديث رواه أبو هريرة. أكثر من ثلث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعها في كل الكتب كتب الحديث ستجد أكثر من الثلث رواه أبو هريرة رضي الله عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. قيل يعني أحد قال، وهو أبو هريرة الذي قال رضي الله عنه، وثبت ذلك من روايات أخرى. يعني قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. والمقصود هنا ليست الشفاعة العظمى، لأن الشفاعة العظمى تشمل جميع الخلق، أقصد جميع الناس أو جميع الإنس والجن، تشمل حتى الكافر.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لكي يحاسب الناس. إنما مقصد أبي هريرة الشفاعة التي فيها السعادة، والشفاعة التي فيها السعادة النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات استثني 2 منهما والباقي كله في السعادة. استثني شفاعتين للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهذه تشمل الخلق، تشمل البشر أجمعين والجن معه. واستثني الشفاعة الخاصة لعمه أبي لهب، استغفر الله، لعمه أبي طالب، أعوذ بالله، لعمه أبي طالب لكي يكون أهون أهل النار عذابا. باقي الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم كلها شفاعات سعادة، فهو يشفع للمؤمنين لكي يدخلوا الجنة، لأهل الجنة يدخلوها، ويشفع لهم لكي تعلو درجاتهم في الجنة، ويشفع لأهل الإيمان الذين استحقوا دخول النار ألا يدخلها بعضهم، ثم يشفع في كل مسلم دخل النار، كل موحد دخل النار أن يخرج منها على مرات متتابعة. فجميع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم سعادة يسعد بها المسلم، إلا الشفاعتين اللتين ذكرنا، واحدة منهما عامة لجميع الإنس والجن، وأخرى خاصة لأبي طالب من علاقة فيها. فهنا قال من أسعد الناس بشفاعتك، لا شك أن أبا هريرة رضي الله عنه يقصد الشفاعة التي تجلب السعادة، وهي الشفاعة التي تؤدي إلى دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه، قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. هذه ليس إجابة، هذا ليس إجابة. الإجابة من أسعد الناس بالشفاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبهه وينبهنا معه على أمر مهم جدا. قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني أعتقد أنت أول واحد كنت أظن ستسألني عن هذا السؤال، وقد تحقق ظني يا أبا هريرة، وفعلا أنت كنت أول من سألني هذا السؤال. إذن غير أبي هريرة سيسأل، والذين سيسألون لابد أن يتميزوا بميزة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما، وانت لما دي لما تيجي تكتبها اكتب قبلها فصلة منقوطة كده، يعني والسبب لما رأيت من حرصك على الحديث. إذن سؤالك يا أبا هريرة عن أمر مهم جدا كنت أتوقع أن تكون أنت أول من يسأل، وإن غيرك ممن هم مثلك سيسألون، والصفة التي تجمع هذا حرصك على الحديث. إذن الحرص على الحديث شيء يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مصدر العلم كما ذكرنا. قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا حديث عظيم جدا، حديث عظيم جدا، واحنا لن نستفيد فيه، ولكن بعض الفوائد لمثلي ومثلكم. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتميز، والعلماء ينبغي أن يتميزوا بشيء مهم، وهو يسمى جواب الحكيم. جواب الحكيم أنك تسأل العالم سؤالا فيجيبك عن السؤال متضمنا فائدة أو فوائد أخرى. مثاله يا شباب، وده أول حديث في نادي الأوطار عند الشوكاني رحمه الله، وهو حديث المياه، وهو حديث عظيم جدا الإمام الشافعي يحبه ويسميه يعني ثلث العلم. وهو سؤال أنا أتوضأ بماء البحر؟ الجواب المعروف لو أنت سألت أي واحد من طلاب العلم أتوضأ بالبحر يقول نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نعم، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا يسمى جواب الحكيم، لأنه ما قال البحر طهور توضأه، وإنما قال الطهور ماؤه الحل ميتته، فأعطانا فوائد كثيرة. الطهور ماؤه، إذا ماء البحر طهور، والحل ميتته إنه حتى الميتة اللي في البحر بسبب طهور البحر هي حلال أيضا، فيسمى جواب الحكيم. هنا أيضا جواب الحكيم لم يقل لأبي هريرة أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مباشرة، بل قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. فإذا الحرص على الحديث يكسب الإنسان الخير ويجعله حريصا على الخيرات كلها. وإذا الإمام البخاري أخذ هذا الحديث وقال باب الحرص على الحديث، ولم يقل باب أسعد الناس بالشفاعة،
إنما أخذوا، وده رقم 99 في البخاري، قال باب الحرص على الحديث. فهنا الحرص على الحديث هذا خاص بمن؟ بأهل العلم، خاص فقط بأهل العلم، بأهل العلم. ولذا تعلموا وتفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا، وما يرد الله به خيرا يفقهوا في الدين. العلم كله. ولذا أهل الحديث هم الطائفة الناجية، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة، هم الطائفة. ليه؟ لماذا الطائفة المنصورة؟ أنهم تمسكوا بالعلم الشرعي النابع من كتاب الله والآتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، في مسائل العلم ينبغي أن نكون جميعا على طريق أبي هريرة رضي الله عنه، الحرص على الحديث. حرص لما تسمع فتوى ولا شيء، قل طب ما الدليل؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الحديث هذا صحيح أو لا؟ هذا هو. وأبو هريرة رضي الله عنه ربنا جل أكرمه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو هريرة يكتب، بل كان يحفظ. ربنا أعطاه حافظة سبحان الله مثل التسجيل تماما، مثل المسجل سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال يا أبو هريرة ابسط رداءك، فبسط رداءه، ثم قال ضم رداءك فضم رداءه، فلم يكن ينسى بعد ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحفظ، كان حافظا أبو هريرة طلع عنه، حافظة عظيمة جدا، كمبيوتر حاسب آلي أكثر من ذلك، هو حافظ يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا إخوتاه ويا أبنائي احرصوا على الحديث، على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا هريرة قبل أن يجيبه عن سؤال في العقيدة، في صلب العقيدة، قبل أن يجيبه عن سؤال في العقيدة مدح حرصه على الحديث. قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ومعلوم إن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة، كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا أوحاه الله عز وجل إليه. إذن هنا نقطة مهمة، هنا نقطة مهمة. أبو هريرة إذن رضي الله عنه متميز بماذا الآن؟ بالحرص على الحديث. الذين أرادوا السير على طريقة أبي هريرة رضي الله عنه هي الحرص على الحديث. ولذا جايب البخاري رحمه الله قال باب كيف يقبض العلم، ثم قال وكتب. هنا البخاري أتى بصيغة الجزم، والبخاري لما يكون عنده شيء معلق بدون سند ويأتي بصيغة الجزم فالغالب أنه صحيح قطعا. قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. هذا معناه ايش؟ الحرص على الحديث، الحرص على الحديث. طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. طب لماذا يكتب الحديث؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث، ولم يأذن إلا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقط. وواحد اسمه أبو شاه أجد له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد يكتب له، قال اكتبوا لأبي شاه. أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الحديث في عهده حتى لا يختلط بالقرآن، وأذن لواحد فقط من كبار العبادلة هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. وأقول فإذا تعلمتها يا إخواني، أحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص كلها موجودة في مسند أحمد رحمه الله، وهي الصحيفة الصادقة كتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت أمسكت الكتابة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما والكلام اللي قال أبو هريرة رضي الله عنه من حفظه تجدهما متطابقين. فسبحان من حفظ أبي هريرة رضي الله عنه لحرصه على الحديث وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان من وفق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ليكتب. طيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الحديث؟ نعم، لأن خلاص أمن أن يختلط بالقرآن، أمن تماما. فهذا من توفيق الله للإمام المجدد الأول عمر بن عبد العزيز، هذا أول إمام مجدد على رأس 100 الثانية من الهجرة. هذا الإمام المجدد رحمه الله عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أول إمام مجدد. وآخر إمام مجدد عندنا مين؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الإمام المجدد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، تتعجب، أول إمام مجدد حرص على الحديث، آخر إمام مجدد محدث الأمة الألباني رحمة الله عليه، شوكة في حلوق أهل البدع أجمعين، كل أهل البدع يكرهون الألباني
كل أهل البدع يكرهون الألباني. فسبحان الله حرص على الحديث. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم. دروس هنا ليست جمع درس، ولكن دروس يعني ذهاب، يعني انقراض، يعني ضياع. فإني خفت دروس العلم يعني ضياع العلم. دل ذلك على أن العلم يضيع متى؟ إذا ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أنت ترى علماء الفضائيات يعني والتابعون لأهل البدع ما يتكلمون بالحديث ولا يهتمون بالحديث الصحيح ولا غيره، كلام في كلام في كلام في كلام. يضيع العلم الشرعي إذا ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم قاعدة: يضيع العلم الشرعي إذا ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبارة دائما أكررها، وإذا دائما كنت في الخطب وإخواني يعرفون هذا، وأبنائي منهم مصطفى عبد الرازق وده من أعز أبنائي علي، دائما يحفظ كلاما أقول: احرصوا على السنة، انصروها وانتصروا بها، انصروها وانتصروا بها. يعني لن تنتصروا إلا بالسنة، ويجب عليكم الحرص دائما على نصرة تلك السنة، انصروها وانتصروا بها. قال: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. خايف يضيع الحديث وخايف يضيع العلماء. إذن هنا دروس العلم يقصد العلم الحديث، لأنه ذكر قال: ما كان من حديث رسول الله فاكتبه. إذن عند عمر بن عبد العزيز العلم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء هم المحدثون على طول. العلماء هم المحدثون حفظة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شايف عمر بن عبد العزيز يقول ماذا؟ اكتب الحديث، ويختم الكلام بأنه لا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجيب لي فتاوي أحد ولا كلام أحد، هات لي فقط الحديث. وهو هنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقصد ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا كلام أيضا الصحابة لا سيما الخلفاء مشهود عنده. وياما عمر بن عبد العزيز يتكلم في كلام ثم يبلغه. يعني مثلا كان يقول: طلاق السكران يقع، وهذا ثابت عنه في البخاري، طلاق السكران يقع. فقيل له: قد سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: طلاق السكران لا يقع. يقول: اكتبوا طلاق السكران لا يقع، على طول يرجع. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر بن عبد العزيز يقصد به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما صح أيضا عن الصحابة الثقات رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فقال: إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ناصحا: ولتفشوا العلم. لتفشوا يعني يجب عليكم أن تنشروا العلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. اجلسوا للطلبة وعلم الطالب مرة واثنين وثلاثة. ده تعرف انه اكتر واحد كتب للشافعي رحمه الله اسمه الربيع، وليس دايما قال الربيع قال الشافعي، قال الربيع قال الشافعي، حدثني الشافعي فقال. الربيع قالوا هذا كان بطيء الفهم جدا، لكن إذا فهم مسألة تنغرس في ذهنه ولا تنمح. فالشافعي رحمه الله كرر عليه قول عدة مرات، قيل عاد عليه 30 مرة وقيل 60 مرة ولم يفهمها الربيع. ثم تنحى به بعدما انتهى الشافعي من مجلسه، تنحى به وأخذ يعيدها عليه حتى فهمها. قال: أفهمت يا ربيع؟ قال: نعم. قال: والله لو جلست معك أياما ما تركتك حتى تفهم. فمعنى ذلك ان لابد من ان العالم او طالب العلم المستفيد يجلس مع اخوانه الاقل، يعلمهم ويحرص عليهم ويواظب ويعيد وكل ما يسألوه يعيد مرة اخرى، ولا يتركهم هكذا ابدا. لانه هنا عمر بن عبد العزيز يقول: ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. العلم يكون سر كده بين 2 3 وخلاص، هذا يضيع العلم به، لكن علينا بإفشاء العلم. فهنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله نصيحة غالية منه، لكن كلها قائمة على حفظ العلم الآتي من فين؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الإمام البخاري رحمه الله، أنا أنتقي انتقاءات، قال: باب ذكر أو باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. طبعا هذا الحديث فيه الرحلة في طلب العلم، وادي موسى عليه السلام يرحل في طلب العلم ويسافر إلى الخضر،
ويتعلم من الخضر، رغم أن موسى عليه السلام أعلم من الخضر، ولكن المسائل التي عند الخضر ليست عند موسى عليه السلام، لأنها على فكرة هي ليست من المسائل التشريعية، هي ليست من المسائل التي يبنى عليها قواعد في العبادة ولا شيء، وإنما هذه معلومات تحدث بعد ذلك، ربنا علمه عز وجل بعض الأشياء التي ستقع في المستقبل. إنما العلم الشرعي قائم على افعل كذا ولا تفعل كذا، تعلق بالعقيدة المتعلقة بالله واتبع أوامر الله وانتهي عن نواهيه. فليس في كلام الخضر لا شيء جديد متعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا شيء متعلق بفعل ولا تفعل، بل إن ظواهر ما فعله الخضر داخلة في ما ينبغي عدم فعله، يعني في المنهي عنه. فالإنسان منهي عن الإفساد وهو قد أفسد السفينة، ومنهي عن قتل النفس التي حررها وهو قد قتل الغلام، ومنهي عن إكرام أهل البخل وهو فعل ذلك، لكنه فعل ذلك لعلة. فليست داخلة في الأمور التشريعية، ولكن هذه أمور غيبية أطلعه الله عز وجل على شيء منها لكي يعلمها لموسى عليه الصلاة والسلام. أما موسى فهو أعلم أهل زمانه، وهو الرسول المجتبى والمصطفى وأحد أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم. في هنا ساق البخاري رحمه الله حديث ابن عباس أنه تمارى، يعني تجادل هو والحر بن قيس، ويجوز الجدال في مسائل العلم الشرعي لا بأس بذلك، دون الحرص على الغلبة، وإنما الحرص على التعليم، الحرص على النصيحة. فنجادل ونتجادل مع بعضنا البعض، لا بأس بالمجادلة في العلوم الشرعية بقصد التعلم وبقصد الوصول إلى الحق، لا بقصد المباهاة ولا بقصد الافتخار ولا بقصد التعالي والعياذ بالله على الغير، فلا بأس بالمماراه في العلم الشرعي. قال ابن عباس رضي الله عنهما في صاحب موسى هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب. وأبي بن كعب رضي الله عنه أحد أعظم الصحابة وأحفظ الصحابة للقرآن على الإطلاق، حفظهم للقرآن، وهو من العلماء ومن أساتذة ابن عباس رضي الله عنه. فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى عليه السلام السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم. إذن خلاص أبي بن كعب قال: نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، الفيصل آتى خلاص، كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام الجميع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى عليه السلام في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى عليه السلام: لا. هنا هل يعد هذا من أخطاء موسى صلى الله عليه وسلم؟ في الأصل لا، لأن رسول القوم هو أعلم، ولا يجوز أن يوجد في عصر الرسول من هو أعلم منه أبدا، لا يجوز. يعني الله جل أراد ذلك، دائما يرسل نبيا في قوم أو في ملأ أو للناس كافة لابد أن يكون أعلمه. أعلم الخلق أجمعين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، لأنه أرسل الناس كافة. موسى عليه السلام أعلم أهل زمانه الذين أرسل إليهم لا شك في هذا. نوح عليه السلام أعلم قومه لا شك، هكذا، هذه منتهية، لابد أن يكون الرسول أعلم الناس لأن الله اختاره واصطفاه. فقال لا، يعني قال لا، ما في أعلم مني، أنا رسول الله المرسل فأنا أعلم، وأنا الذي يوحى إلي، ما في أحد منكم يوحى إلي. فالرسول يأتي بالعلم الشرعي من مصدره الأصلي وهو الله تبارك وتعالى، ولكن أراد الله عز وجل منه أن يحيل العلم إلى الله. يعني هي مسألة فيها شيء من النسيان وشيء من الغفلة والنسيان، ولذا ربنا عز وجل أراد يعلمه، وأراد يعني أن موسى عليه السلام أن يفعل هذا. إنما في الحقيقة هو أعلم الناس، ما في إشكال، أعلم الناس تماما. بس هذه تشبه لما النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن أهل الكهف، وسألوه عن الروح، وسألوه عن الرجل الذي طواف في البلاد، فقال: أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فمرت على موسى عليه السلام من باب النسيان صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى عبدنا خضر، يعني عبدنا خضر أعلم منك في بعض الأمور، وإلا لو كان خضر أعلم من موسى عليه السلام على الإطلاق كان أولى بالرسالة. فسأل موسى عليه السلام السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، الحوت اللي هو بعد ما أكل منه يحيى مرة أخرى ويسبح في البحر. وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع
فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، لأن الحوت لما ألقى بنفسه في البحر كانت هذه علامة ومتكل منه، ولكن جعل في البحر جعل الله له سربا، يعني علامات كده في مسير الحوت بحيث يصل إلى مكان الخضر. وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال موسى عليه السلام قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجد خاضرا، إذا اسمه الخضر عليه السلام. فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتاب. الحديث هنا فيه فوائد كثيرة. أنا لسنا في صدد تفاصيل الحديث، ولكن الفوائد اللي تهمنا أنا وأنتم من طلاب العلم أيها الشباب. أول شيء الترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم. إذا ما في طلب علم من دون مشقة، لا يمكن. وإذا موسى عليه السلام سافر وتكبد وحصلت له مشقة، وموسى عليه السلام رغم السيادة التي وصل لها، السيادة لأن الرسول سيد قوم، وإذا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فالرسول سيد قوم. كان يحيى عليه السلام سيدا وعصورا ونبيا من الصالحين. فموسى عليه السلام وصل إلى أنه يكون سيد بني إسرائيل وسيد القوم. طبعا ما منعته تلك السيادة ومحله الأعلى من طلب العلم وركوب البحر والبر. هو ما ركب البحر فقط، هو ركب البحر حتى وصل إلى خضر، ثم بعد ذلك ركب البحر مع خضر وأفسد السفينة، ثم مشى معه في البر. فإذا خاض البحر والبر من أجل طلب العلم. فيا إخوان الذين يرحلون منكم ومن أي مكان لطلب العلم جزاهم الله خيرا، هم على طريق موسى عليه السلام يسيرون، والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع سبيل الأنبياء. قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. فحي الله أي أخ ترك بلده وسافر ليتلقى العلم في البر والبحر. وفي الحديث أيضا جواز الجدال في العلم الشرعي إن كان بغير تعنت، لأن في جدال بين الحر بن قيس وابن عباس رضي الله عنه، وفي جدال بين موسى عليه السلام والخضر، وفيه عند التنازع الرجوع إلى أهل العلم. يبقى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طب كيف نرد إلى الله والرسول؟ كيف نرجع للعالم؟ هو اللي يستطيع، لأنه لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وإلى أولي العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا احنا لما نحب نرجع في مسألة ونريد العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة بنسأل العالم، فالعالم يقول كذا كذا والدليل كذا. فهنا ابن عباس والحر بن قيس تماريا رجع إلى أبي بن كعب العالم الكبير جدا، رجعوا إليه. فالرجوع إلى أهل العلم عند التنازع واضح. طيب هنا أبي بن كعب أخبر بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخضر أخذ يخبر موسى عليه السلام بأشياء. خبر الواحد مقبول، خبر الواحد مقبول تمام، ما في إشكال. ركوب العلم في طلب العلم، ركوب البحر في طلب العلم. كمان لما خدوا الحوت هذا مسألة الزاد، يعني ما في طالب علم يكون مثلا في تونس والمغرب يقول أرحل وليس معه زاد، ما يصلح. لابد هو قبل أن يسافر يقول كيف أدبر حالي، كيف سأعيش في المملكة العربية السعودية أطلب العلم، لابد أدبر مصدرا للحياة. أذهب إلى مصر إلى أي مكان فيه علم أذهب، إذن لابد من تدبير الزاد في الراحلة. كمان لابد من التواضع، لأن موسى عليه السلام لزم التواضع وحرص على الالتقاء بالخضر عليهما السلام، وطلب منه العلم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ بأدب عظيم جدا وتواضع عظيم جدا من موسى صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا ابن عباس هو السبب فيه رضي الله عنهما. وابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. قال عبد الله بن عباس في صحيح البخاري ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. وهذا حديث صحيح رواه البخاري رقم 75 ورواه مسلم 2477. قال اللهم علمه الكتاب. دعاء الصالحين مهم. احنا والله دروس الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وهي كانت متاحة للكل، كان دائما ينهي الكلام ويقول بارك الله فيكم، وما حضر أحد للشيخ ابن باز رحمة الله عليه إلا وحصلت له بركة، حصلت له بركة. حتى أهل البدع صار عندهم شيء من العلم يقولون كان طبعا وظفوه في غير ما ينبغي، لكن حدث بركة. فأهل الصلاح لما يدعون لك
فلذا احرص كيف يدعون لك؟ لن يدعو لك إلا إذا وجدوا منك حرصا على طلب العلم وتواضعا فيه وإخلاصا، في الحالة دي لابد يدعو لك. وإحنا جربنا لما نلتقي بالمشايخ نجد الشيخ يجلس معك وثم يدعو لك، وهكذا والله الشيخ ربيع وغيره كل من جلسناه من أهل العلم يدعو لك في نهاية الكلام وفي أثناء الكلام. بل بعض المشايخ يلزم نفسه طول الكلام يقول بارك الله فيكم اعلموا كذا كذا كذا، بارك الله فيكم كذا 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 كذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأفضلهم وسيدهم دعا لابن عباس رضي الله عنه اللهم علمه الكتاب، وفعلا الله جل استجاب وعلم عبد الله بن عباس الكتاب رضي الله عنه. وتحققت تلك الدعوة لابن عباس فصار عميد التفسير والفقه في الدين، حبر الأمة وترجمان القرآن. مين اللي سماه حبر الأمة؟ الصحابة. مين اللي سماه ترجمان القرآن؟ الصحابة. ما احنا اللي سميناه ولا حتى التابعين هم اللي سموه بهذا، هذه تسمية الصحابة. ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه هذه التسمية، وثابت عن غيره من الصحابة تسمية ابن عباس بترجمان القرآن وحبر الأمة. حبر الأمة علامة الأمة وترجمان القرآن من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اللي ذكرناه اللي هو حديث الخضر فيه الرحلة في طلب العلم، وإذا البخاري قال باب الخروج في طلب العلم، باب الخروج في طلب العلم، وبين كيف صحابي رحل لصحابي من أجل حديث. قال ورحل، احنا قلت لك الشيخ الإمام البخاري جاوب بصيغة الجزم، ولما يجيب حديثا معلقا بصيغة الجزم يبقى مجزوم بصحته. قال ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحله قال له بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليك شهرا. سار شهر من المدينة لغاية الشام، قدم الشام، ولما الشام يعني القدس أو منطقة المحيطة به، فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال جابر بن عبد الله قلت نعم، فخرج فاعتنقني. عبد الله بن أنيس خرج احتضن جابر، فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله الناس يوم القيامة عراة فيناديهم بصوت. كان جابر يتأكد من أولا صفة الصوت لله عز وجل، وصفة النداء هنا يناديهم بصوت، فصفة الصوت وصفة النداء. وأيضا يحشر الناس عراة يوم القيامة. تلقاه جابر من عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما. فهذا شيء عظيم جدا، وأنا أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المرة القادمة سننفذ البرنامج الذي سيخبركم به ابننا فؤاد. ولعل ممكن قبل أن أبدأ في البرنامج لعلي أتكلم في البخاري 5 دقائق فقط من إحدى النصائح أو إحدى الأشياء التعليقات على البخاري. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالأخ يسأل هل حديث عائشة رضي الله عنها حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا وأمرهم بالصلاة وراءه جلوسا، هل هذا منسوخ؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا أمر الناس بالجلوس، وقال يعني إذا صلى الإمام قاعدا فاقعدوا أجمعون، أو فصلوا قعودا أجمعين، وفي صلوا جلوسا أجمعون. لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أنه يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس إلى جوار أبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، والناس يأتمون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال العلماء من هذا يظهر أن مسألة الجلوس خلف الإمام الجالس منسوخة، وقال بعضهم بل يصلون جلوسا إن شاءوا أو يقومون إن شاءوا، وهذا الرأي هو المختار. لهم أن يصلوا جلوسا بصلاتهم جالسا، ولهم أن يصلوا قياما خلف الجالس لفعل أبي بكر رضي الله عنه. التلقي والسمع يكون الأمر يعني عالي الدرجة، لا يكون يعني ما الضابط في الجلوس بين الشمس والظل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ننفذه، ولا نقول
لماذا؟ فنحن ننفذ. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا ظهر في بعض الكلام من الناحية الطبية انه الانسان اذا جلس جزء منه في الشمس وجزء منه في الظل انه يضار، وان الدورة الدموية في الجزء الذي في الشمس تختلف عن الدورة الدموية التي في الجزء الذي في الظل، فيحدث خلل في تلك الدورة، يحدث خلل في تلك الدورة. اللهم إلا أن تغطي رأسك فلا يسمى بعضك في الظل وبعضك في الشمس، لأن الرأس لا تحتمل. إنما الإنسان يترك جسده في الشمس إن شاء مع تغطية الرأس لا تحتمل شدة الشمس. لكن هذا من باب الأمان ومن باب أيضا البشرى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان ألا ينتعل فردة واحدة بل يلبس الاثنين. وثبت أيضا طبيا الإنسان إذا لبس نعلا في رجل ومشى برجل أخرى حافية أنه يضار، والحوض يضار، والعظام تضار، والدورة الدموية في العروق تضار. فالصفة المنهية عنها أن الإنسان لا يجعل جزءا منه في الشمس وجزءا منه في الظل، اللهم إلا الرأس تظلل لا بأس بذلك. سبحانك الله يوجد بعض الإخوة من تنصح بهذا يبقى بين يكون نافذة تكون فيها مثلا جزء يدخل الشمس وجزء لا يدخل الشمس، فتنصح تقول له هذا قد يدخل في هذا الحديث في هذا المنهي عنه. لا، المنهي عنه التعمد. أما لو نحن جالسين في مكان والشمس تدخل جزء بسيط وإنسان يضع أصابع رجليه في الشمس لا بأس، لا سيما أنه في فطريات تكون بين أصابع القدم وليس لها علاج قطعي حقيقي إلا الشمس. إذا دخلت الشمس بين الأصابع عالجت هذا، فإذا جعل أصابع رجليه في الشمس لكي يتخلص تلك الفطريات فلا بأس، لأن هنا لا تصنع خللا في الدورة الدموية، وإنما تتسلط فقط على الجزء الأبيض من الجلد المصاب بالفطريات. امرأة مريضة ولا تقدر على الصلاة إلا على حالتها أي مضطجعة، مع العلم أنها أثناء صلاتها تكون مرتدية لحفاظات طبية تحمل النجاسات الخارجية. أما صلاتها مضطجعة فهذا لا بأس عليها فيه، لأن الإنسان لا يكلفه الله إلا وسعه، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل لكم في الدين من حرج. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فهي تصلي على جنب اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الحفاظات فهذه تكون لمن حدثه دائم. حدث دائم يعني ماذا؟ زي المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة الدم نازل دائما منها، أو الرجل المصاب بسلس البول دائما قطرات تنزل منه، أو المصاب بالناصور أو البواسير كما كان عمران بن حسين رضي الله عنهما، فهذا اسمه حدثه دائم. والذي حدثه دائم لا تلزمه الجمعة والجماعة، ولا يلزمه إلا أن يتوضأ لكل صلاة ولا يبالي بما نزل منه، فيتوضأ لكل صلاة يصلي الصلاة بسننها القبلية والبعدية. وله أن يجمع الجمع الصوري كما نصح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر فيصلي الظهر بسننه، يكون العصر قد أذن يصلي العصر، وكذلك في المغرب والعشاء، وهو معذور لا شيء عليه. هل يمكن أن نصلي الفجر وسنته عند الأذان الأول؟ إذا كان هو الأصل في الأذان الأول أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة أنه يكون قبل الوقت، فكان يؤذن بلال رضي الله عنه، ثم حين يأتي الوقت الصحيح يؤذن ابن أم مكتوم، فعندئذ يصلون السنة ثم الفريضة. فإذا كان الأذان الأول الذي تسأل أنت عنه الآن يكون قبل الوقت فليس لك لا سنة ولا فريضة، وأما إن كان في الوقت فيجوز السنة والفريضة. حكم الذي يعمل في بنك ربوي، وهل ماله حلال أو راتبه حلال؟ الذي يعمل في بنك ربوي راتبه حرام ودخله حرام، ولا يجوز أن نأكل من ماله أبدا إلا إذا اختلط ماله الحرام بجزء آخر حلال، فإنه عند الاختلاط بالجزء الحلال يجوز أن نأكل بنية الأكل من الجزء الحلال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل عند اليهود، واليهود معظم أموالهم حرام ولكن بعضها حلال. يقول الأخ السائل أهلي خياطة، زوجته خياطة، ودائما تأتيها النساء لا يرتدين الحجاب الشرعي لخياطة الملابس، ويطلبون ملابس وعباءات فيها ألوان وبعض الزينة، ولا نعلم هل سترتديها في بيتها أم في الشارع، فهل يجوز لنا الخياطة؟ أما الأصل
فإن الخياطة صحيحة لا بأس بها. ولأن المرأة لا تلبس الملابس في الشارع فقط، بل بعض النساء تشتري ملابس تظهر بها أمام محارمها وأمام زوجها، والنساء تحتاج إلى ملابس خاصة للزوج، وربما لبست ملابس عارية وغيره. فالأصل أنه يجوز. وهؤلاء النسوة إذا خيطت لهم تلك الملابس عليك بالنصيحة لهم، جزاك الله خيرا، قولي والله يا أختي أرجو ألا تكوني قد ستخرجين متبرجة بهذه الملابس. هل منهج السلف لابد من حفظ الآيات، تفسير الآيات ثم الحفظ، أم العكس؟ كان السلف يتلقون 10 آيات الأول يتعلمون تلاوتها، لأنهم وإن كانوا عربا وعندهم الفصاحة والبلاغة، لكن تلاوة القرآن أمر آخر، لا قواعد معينة أرساها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعرب في كلامهم ما كانوا يجودون، يعني ما يقولون السماء وما يقولون فمن يعمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا عليهم القرآن تلاه بقواعد تلقوها. فكان الصحابة يحسنون التلاوة أولا، ورتل القرآن ترتيلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فأول شيء تعلم التلاوة، والمعاني مهمة، ولكن هم لأنهم عرب فكانوا يعرفون المعاني، لكن نحن معظمنا لا يعرف المعاني، فيسمع كلمات لا يعرف معناها كصياصيهم وكجفان كالجواب والجوار الكنس وغير ذلك. هم كانوا يعرفون هذه المعاني، ومن لم يعرف منهم فإنه يسأل عن المعاني ويتعلمه لكي يتدبر ثم يحفظ بعد ذلك. فأقصد أقول تعلم التلاوة مع معاني الكلمات مع الحفظ كلها مع بعضها، واعمل بذلك. هذا الذي أقصد. لا تنتقل من 10 آيات إلى أخرى قبل أن تتعلم إحسان التلاوة والمعاني وتحاول الحفظ. الحفظ هذا ليس ضروريا، لكن تعلم المعاني ضروري، فرض، لأنه قال أفلا يتدبرون القرآن. أما الحفظ فهو فرض كفاية وليس بفرض عين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.